ليلة مظلمة في 13 من نوفمبر عام 2022 اجتمع 4 طلاب من جامعة أيداهو في منزلهم البعيد عن ضجيج الحرم الجامعي. لكن ما لم يعلموا أن تلك الليلة ستكون آخر ليلة في حياتهم. في ساعات الصباح الأولى اقتحم قاتل مجهول منزلهم ودخل الظلام. صباح اليوم التالي اكتشفت الجريمة البشعة. تم قتل كايلي، ماديسون، إيثان وزانا بينما كانوا نائمين، والقاتل ترك خلفه فوضى تثير الرعب في قلب أي شخص. الشرطة وصلت إلى المكان، وعلى الرغم من الفوضى في كل زاوية من المنزل بدأت الأدلة تتكشف. الدماء كانت في كل مكان، وفي مشهد مروع تبين أن القتلة كانوا قد استعملوا سكاكين حادة. لم يكن هذا هجوما عاديا، كان هناك شيء غريب ومظلم في هذا القتل. التحقيقات بدأت والأدلة تتراكم، لكن القاتل كان يتنقل في الظل. ثم وبعد أسابيع من البحث تم العثور على أول خيط. العينة الوراثية كانت تمثل المفتاح، ولكن هذا المفتاح كان يحمل اسما غريبا: برايان كوهبرجر. في 30 من ديسمبر 2022 تم القبض على برايان كوهبرجر في ولاية بنسلفانيا، وبدأت التساؤلات عن دوافعه وأسبابه. كيف يمكن لطالب في مجال الجريمة أن يرتكب جريمة بهذا الحجم؟ الأسئلة لا تزال بلا إجابة حتى اليوم. فهل كان القتل مجرد عمل عشوائي، أم أن هناك شيئا مظلما في عقلية القاتل؟ بينما يستمر التحقيق تظل القلوب مكسورة في موسكو، أيداهو. هذه الجريمة ستظل عالقة في الأذهان حتى تظهر العدالة.